تعالوا بقى نعمل حاجة حلوة بالبسكويت ده. عندي بسكويت كده وهطحنه بالشكل ده كده، عايزاه ما يكونش مطحون قوي قوي، يعني يكون فيه حاجات بسيطة، قطع صغيرة قوي. يعني هضيف له بقى 3 معالق او معلقتين كبار من الكاكاو الخام، وممكن تستخدمي بسكويت شوكولاتة هيبقى افضل برضو، ولو عاوزة تزودي كاكاو تاني براحتك جدا، ده على حسب الرغبة. هنحط بقى لبن بقى بالتدريج عشان نلم البسكويت، عايزين يكون ناعم معانا. لو عندك كراميل تقدري تحطي، او لو عندك نوتيلا تقدري تحطي، هتدي برضو طعم حلو جدا، او عسل، وممكن تحطي كمان مكسرات هتبقى جميلة جدا. هنبدأ نشكلها اشكال زي ما نحب براحتنا يعني جدا، مربع، مستطيل، مدور، مكور براحتك جدا. يعني ممكن كمان نعمل لها حشوات من جوه، ممكن نكورها ونعمل لها تجويف ونحط لها بقى اي حشوة احنا بنحبها، مكسرات او اي حاجة، نوتيلا او كراميل، اي حاجة انت حباها. يعني دي افكار ودي حاجة براحتك جدا. يعني انا نوعت، عملت جزء سادة وجزء بحشو الكراميل، وعملت الباقي بقى البسكويت حطيت له كراميل وخليته بنكهة الكراميل، كان جميل جدا بقى ناعم معايا، واقدر اشكله باي طريقة انا حباها. دي الكمية كلها هحطه في التلاجة نص ساعة يشد بس. وعندي بقى بندق حمصته وطحنته بالشكل ده، وخليت فيه برضو قطع، ما طحنتوش جامد قوي يعني. وعندي شوكولاته خام هضيف لها بس معلقه من الزيت واحطها في حمام مائي لغايه ما تسيح، وابدا بقى اغطس البسكويت بتاعي واشيل الزيادات واحطه على كيس، وبعد كده اكمل الكميه كلها بنفس الطريقه. تقدري كمان تضيفي على الشوكولاته اي نوع مكسرات وتغطسي بقى البسكويت فيها، هتدي طعم حلو جدا وشكل جميل جدا ما شاء الله. بعد كده بدخله التلاجة علشان يتماسك بقى كويس معايا. ممكن كمان اشكل برضو باي خطوط من الشوكولاتة، هتدي شكل حلو جدا برضو للي هو السادة ده اللي بالمكسرات، شكله جميل جدا ما شاء الله قريب قوي من الفريرو روشيه. نعمل برضو كمان اللي هو السادة، هنحط له خطوط كده عشوائية من الشوكولاتة، جميل جدا. حطيت كمان جزء من اللي هو بالمكسرات، حطيت له برضو مكسرات من فوق، ودخلته التلاجة علشان يشد كويس معايا، وبعد كده يتاكل بقى بالهنا والشفا، جميل جدا وسهل وبسيط. وانا كان عندي كمية كبيرة قوي من البسكويت بتاع المدرسة فاستخدمته وما هدرتش حاجة. تقدري تعمليه لو عندك بسكويت الولاد برضو مش راضيين ياكلوه، بيبقى جميل جدا. اتمنى لو عجبك الفيديو تعملي اشتراك في قناتي على اليوتيوب وصفة هدير سعد وتتابعيني، وشكرا جدا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله.